لبس نفسك. تعرف تلبس نفسك؟ الفيديو ده انا مش مجهز له سكريبت، ولكني بكلمك عن تجربة حياتية واقعية انت بتمر بيها وعايز لها حل. بص يا صديقي، انا هقولك، عارف انك بقالك كتير قوي نفسك تاخد الخطوة ولكنك ما بتنجزش، ما بتعملش حاجة، مفيش جديد والايام كلها شبه بعضها وبتتكرر وانت واقف مكانك والناس بتسبقك. من فترة كده بصيت على الكوميونتي اللي حواليا من الناس المختلفة اللي اعرفهم في حياتي، ولقيت ان في ناس انجزت حاجات كنت انا نفسي انجزها برضه، مش شرط تكون نفس الاحلام. ناس كانت بتحلم باحلام شبه مستحيله وحققوها في الاخر. طب ايه، انا هفضل قاعد كده؟ فضلت اسال نفسي السؤال ده كتير، وما كنتش عارف بصراحه امتى اخد الخطوه وازاي، وهل انا ممكن اسال الناس دي ويدوني الوصفه؟ لغايه ما اكتشفت يا عزيزي ان بعد فتره طويله جدا ان مفيش وصفه ولا حاجه، ولكن اكتشفت ان في حاجه اسمها انك تلبس نفسك. لبس نفسك. تعرف تلبس نفسك؟ احنا بنلبس نفسنا على فكره في حاجات كتير كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. لبس نفسك بقى في احلامك شويه، في الحاجات اللي انت بتسعى انك تحققها ومش عارف. لو فضلت دايما مستني الوقت المناسب عمرك ما هتوصل، ويمكن هي دي الوصفه اللي ممكن نقول ان كل الناس مشتركين فيها، ان مفيش وقت مناسب. لو فضلت طول عمرك مستني الوقت المناسب عشان تعمل الحاجه اللي انت عايزها عمرك ما هتاخد خطوه في حاجه، وهتلاقي ان كل الناس سبقتك وانت لسه واقف مكانك. لازم تتعلم انك تلبس نفسك، وده لانك عمرك ما هتلاقي الوقت المناسب. هل الوقت المناسب ده وقت كعقارب الساعه اللي احنا بنشوفه في الطبيعي؟ هل هي الظروف النفسيه؟ الحقيقه بقى ان انت لو فضلت تقنع نفسك ان انت لازم يهيئ لكل الظروف دي فهتفضل في دوامه ما بتنتهيش. خد الخطوه ولبس نفسك وامشي حبه حلوين، هتلاقي نفسك انجزت، هتلاقي نفسك تحت الضغوط اضطريت انك تستمر وتسعى. لبس نفسك في 1 وفي 2 وفي 3 وفي 4 وفي 5، وان قدرت كمان ل10 و20. صدقني هتلاقي ان انت على الاقل من ال20 حاجه دي انجزت 15، سقطت 5 احسن ما كنت ما تاخدش الخطوه اصلا وما تعملش ولا حاجه من ال20 دول. كل الناس اللي عملت بيزنس كبير او مشروع ناجح او عملت حاجه عامه كان نفسها انها تعملها في حياتها لبسوا نفسهم. المبدا ده مش محتاج كتب ولا محتاج ان انا اكتب لك سكريبت عشان اكلمك فيه، هو محتاج بس ان انت تاخد الخطوه زي ما انا دلوقتي اخدت الخطوه برضو وعملت الفيديو ده من غير ما اكتب سكريبت ولبست نفسي. خد الخطوه، صدقني لو ما اخدتهاش تفضل طول عمرك مكانك.